السلام عليكم واهلا بكم متابعي قناة ريال مدريد وبس وعشاق النادي الملكي. أرجو منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل أخبار الميرينج. تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد عن تدريب منتخب بلاد فرنسا وكذلك عودته إلى الملكي الإسباني. وقرر الاتحاد الفرنسي تجديد عقد المدرب ديديشامب حتى يونيو 2026 بعدما كان زين الدين زيدان مرشحا لخلافته في تدريب الديوك. وقال زيدان في تصريحات لمجلة GQ: الآن ليس الوقت المناسب، لكنني أحلم بتدريب منتخب فرنسا ويوما ما أريد أن يتحقق ذلك. وأكمل زيدان: عندما كنت في كان أردت الذهاب إلى بوردو ثم يوفنتوس ثم ريال مدريد، لأنها كانت تجارب مختلفة وكنت أتطور في كل مرة. هذا ما يمكن أن يطلق عليه الطموح، ولا طالما كنت طموحا ومؤمنا بقدراتي. وواصل مدرب ريال السابق: أنا أفعل ما أشعر به، لا أعد للأشياء كثيرا. في ولايتي الأولى لريال مدريد قمت بعمل كبير خلال 2.5 عام، فزنا بالعديد من البطولات وكنت بحاجة حقا إلى التنفس، ثم بعد 8 أشهر كانت الفترة الثانية. وزاد زيدان: اتصل بي فلورنتينو بيريز ولبيت نداء وعدت على الفور. كان يمكنني أن أكتفي وأقول أنني فعلت ما فعلته، لماذا أعود؟ لكنني قررت المجازفة لأنني لا أحسب كل شيء، أفعل كل ما أريده بشكل غريزي. ولم يتولى زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021. ورفض زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني من جديد تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي كريستوف جلاتي. مودريتش يوقع عقدا جديدا مع ريال مدريد حتى عام 2024. وقع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني عقدا جديدا مع الملكية لينهي الجدل حول رحيله عن البرنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأثار لوكا مودريتش جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بين فكرة تمديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي أو الرحيل في الصيف الجاري مثل ما حدث مع الفرنسي كريم بنزيما. ووفقا لصحيفة الإسبانية الموثوقة أرناش رودريغيز، فإن لوكا مودريتش وقع عقده مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي ليستمر داخل كتيبة الملكي حتى عام 2024. وأكدت التقارير الإسبانية على أن مودريتش رفض جميع العروض المقدمة له خاصة من الدوري السعودي للمحترفين. ويبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال الاجتماعات الأخيرة نجح في إقناع مودريتش بالبقاء مع الفريق، خاصة وأنه يتمتع بعلاقة عاطفية كبيرة مع الجماهير، كما أنه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق طوال السنوات الماضية. وحصل لوكا مودريتش على 10 سنوات مع ريال مدريد على 22 بطولة في كافة المسابقات التي شارك بها، حيث توج ب5 بطولات لدوري أبطال أوروبا ومثلهم لبطولة كأس العالم للأندية، ثم حصل على 3 بطولات لكأس السوبر الأوروبي ومثلهم للدوري الإسباني، كما حصل على كأس السوبر الإسباني 4 مرات وكأس الملك مرة.